السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي. بما أننا في العشر الأواخر من سيدنا رمضان المبارك الذي قال عليه الله عز وجل أيام معدودات، ونعم، وبالطبع هو عبارة عن أيام معدودات فقط وتنقضي. حبيت اليوم نحكي لكم على ليلة القدر، هذه الليلة المميزة اللي كرم بها سيدي ربي أمة محمد، واعطاها لنا كهدية ليغير لنا فيها من حياتنا ومن أقدارنا، ويغفر ذنوبنا ويعتق رقابنا من النار. هي ليلة مميزة وعظيمة بزاف في الإسلام، ومن الليالي الكريمة اللي توقع في شهر رمضان المبارك. دارها ربي وخصصها أنها تكون في الأواخر من هذا الشهر، لكي يجتهد فيها المسلم بالصلاة والدعاء والصيام والذكر وقراءة القرآن، وكل عبادة يتقرب منها بها إلى الله عز وجل بكل جوارحه ومن أعماق قلبه. ينتظرها أو يتحرها المسلمون في الليالي الوترية، وتبدأ من الليل حتى مطلع الفجر، وفيها يصروا بزاف عجائب. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا باش نتقربوا في هذا العشر الأواخر إلى الله عز وجل بزاف بالأعمال الصالحة والدعاء، الدعاء الذي يغير الأقدار. فضلها كبير لدرجة أنه يقولوا ربي ليقوم يعني في هذا العشر الأواخر احتسابا لله عز وجل ويعمل من أجل الحصول على خيرها، راح يحصل خيرها وهو كأنه قام 83 سنة من العبادة، أي عمر بأكمله أو أكثر. عجائبها كثيرة. وهناك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سميت بالقدر، يقولوا لأنه فيها تتغير الأقدار بالدعاء، ويقولوا أيضا الخليل بن أحمد قال بهذه الليلة سميت ليلة القدر لأن الأرض تضيق بالملائكة لكثرتهم في تلك الليلة من القدر، يعني التضييق. كما قلت لكم هي ليلة مليئة بزاف بالخيرات والبركات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليها: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم من حرمها، يعني اللي حرمت عليه، يعني ما قامهاش وخلاها فاتت غير هاك، فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. يعني الإنسان اللي ما بغاش يعني ينفض غباره ويبدأ ينوض يقوم فيها التراويح، يقوم ركعتين أو 4 ركعات قيس الزوج ونص الفوق، يعني الساعة 2:30 فما فوق، وما يستغفرش ربي، ما يدعيش واش راه باغي يدير، باللي في راسه انه ماشي هو اللي ما بغاش، الله عز وجل حرمه من خيرها. اذن علينا ان نتدارك ذلك. وهي ليلة قال فيها سيدي ربي: سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني ليلة سلام حتى الفجر. السلام من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعات الله عز وجل. هي ليلة سلام للمؤمنين، يستحب فيها الإكثار من الدعاء: اللهم اعتق رقابنا من النار. وكذلك دعاء ليلة القدر اللي أوصى به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وغيرها من الأدعية اللي تدعوها بكل جوارحكم، تتمنوها من فرج، من صحة، من عافية، من جنة، من غفران للذنوب، كلها بإذن الله تستجاب في ليلة القدر. عجائبها كثيرة كما قلت. ومن أول حاجة عرفناها في ليلة القدر أنه هذه الليلة نزل فيها المعجزة اللي راهي في كل منزل، الكتاب المقدس، وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم اللي هو كلام الله عز وجل. أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهي صورة تتلى إلى يوم القيامة. يعني من عجائب ليلة القدر
أيضا أنه أنزل الله فيها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة لتذكر العباد بفضلها، وهي بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني ليلة القدر تعادل 1000 شهر، من قام فيها كأنه قام 1000 شهر أو أكثر. الروح والملائكة: الروح وهو سيدنا جبريل عليه السلام ينزل فيها، والملائكة عدد لا يحصى من الملائكة، أعداد لا حصر لها، تهبط من كل سماء من سدرة المنتهى، ينزلون إلى الأرض ويؤمنون على دعاء الناس. يعني أنت كي تدعي دعاء ولا أنت تقول آمين هم يأمنوا معك حتى طلوع الفجر. وعن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى. يقول لك جبريل عليه السلام يدخل على المؤمنين ويسلم عليهم، ما يدخلش إلا في بيت يكون فيه الخمر ولا يكون فيه كلب ولا تكون فيه التماثيل. غير ذلك البيوت، بيوت المؤمنين المعروفة كما قاعد نعرفوها، يدخل جبريل ويسلم على الإنسان الطاهر بالطبع. ويقال أن هناك علامة تحس بها في روحانيتك كي تكون تعبد في ربي وتحس بسلام جبريل عليه السلام، وهو أنك تجيك قشعريرة في بدنك وتحس روحك راك باغي تدمع. سبحان الله. وعلامات ليلة القدر راهم مبينينها لنا، كما ورد الإمام القرطبي في تفسيره لسورة القدر قوله في علاماتها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: إن من أماراتها أنها ليلة سمحة بلجة لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع. وتتميز هذيك الليلة بسكوت عجيب، حتى الحيوانات تحسوها ساكتة، تحسوا هدوء، ما يكونش كاين برد ولا حر، يعني تحسوا وحدة الروحانية فيها. بالطبع للإنسان اللي ينوضلها ويجاهد نفسه فيها ويدعي. أدعية ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والعديد من الأدعية اللي تدعوهم انتوما يخصوكم ويخصوا يعني حتى إخوتنا في غزة، ندعو لهم بالنصر إن شاء الله. هذه هي من أدعية ليلة القدر. ومن الأعمال المستحبة فيها كما قلت لكم: إحياء الليل، تنوضوا تقوموا الليل، التهجد، تصلوا ركعتين فما أكثر، الاجتهاد في العبادة، يعني ما تخلوش نفسكم تغلبكم، جعل العشاء سحور. يعني روي من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان في الليالي العشر يجعل عشاءه سحورا، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان يقوم وينوم ويعاود ينام، يعني فإذا دخل العشر شد المئزر واجتنب النساء واغتسل بين الآذانين وجعل العشاء سحورا. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالطبع احنا لقنا نقتدوا به ونعبد الله عز وجل بكل جوارحنا وندعوه من كل قلوبنا. إن شاء الله نكون فتكم بهذا الفيديو، وإن شاء الله تتابعوني. إلى اللقاء بعد رمضان إن شاء الله. الله يوفقنا ويجعلنا من الحيين لنعود إلى الحكايات الشعبية.